أحمد رمزي محمود بيومي مسعود، ممثل مصري اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية. ولد في 23 مارس 1930 في الإسكندرية، وكان والده طبيباً مصرياً هو الدكتور محمود بيومي، ووالدته اسكتلندية هي هيلين مكاوي. درس في مدرسة الأورمان ثم كلية فيكتوريا، وبعدها التحق بكلية الطب ليصبح مثل والده وأخيه الأكبر، ولكن رسب 3 سنوات متتالية فانتقل إلى كلية التجارة، حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس. ولقد توفى والده سنة 1939 بعد أن خسر ثروته في البورصة. وعملت والدته كمشرفة على طالبات كلية الطب لتربي أبنائها بمرتبها، حتى أصبح ابنها الأكبر حسن طبيب عظام على نهج والده. ثم اشتهر أحمد رمزي بعد أن اكتشفت موهبته في السينما والرياضة. تعتبر حكاية دخول أحمد رمزي مجال التمثيل في السينما من الحكايات الغريبة التي لا تخلو من الطرافة، حيث أن الفتى رمزي منذ نعومة أظافره وهو يحلم بسحر السينما، خاصة عندما وصل إلى مرحلة الشباب وشعر بذاته جديراً بهذا الشرف. ولقد كانت علاقة الصداقة التي تربطه بعمر الشريف الذي كان يهوى السينما هو الآخر من العوامل التي رسخت الفكرة في ذهنه. وكان هناك لقاء دائم بين رمزي وعمر وشخص آخر في جروبي في وسط البلد. وفي إحدى هذه اللقاءات التقى هذا الثلاثي بالمخرج يوسف شاهين الذي يسأل عمر ورمزي أسئلة عديدة. وظل رمزي يحلم بفكرة السينما، وتوقع أن يسند له شاهين دورا، ولكنه فوجئ في أحد الأيام بصاحبه عمر الشريف يخبره أن شاهين اختاره ليكون بطل فيلمه الجديد صراع في الوادي، وكان ذلك عام 1954. وصدم رمزي لكنه لم يحزن، لكن الدور ذهب لصديقه عمر، فظل الحلم يراوده. وعندما أسند يوسف شاهين البطولة الثانية في نفس العام لعمر الشريف في فيلم شيطان الصحراء، ذهب معهم رمزي وعمل كواحد من عمال التصوير حتى يكون قريبا من معشوقته السينما. وفي ليلة عندما كان جالسا في صالة البلياردو كعادته، لمحه المخرج حلمي حليم ولاحظ سلوكه وتعبيراته، فعرض عليه العمل معه في السينما. سعد جدا بذلك، وكانت أول بطولة له في فيلم أيامنا الحلوة عام 1955. والطريف أن البطولة كانت مع صديقه عمر الشريف، والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ، لينطلق أحمد رمزي بعدها في سماء الفن. ولقد قدم أعمالا هاما عبر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب وجيل العشرينات أصحاب الجسد الممشوق والقوام السليم، حيث كان من هواة الرياضة. وتوالت أدوار وأعمال رمزي التي بلغ عددها 100 فيلم في مدة 20 عاما، وهي عمره السينمائي الذي أنهاه أول مرة في منتصف عقد السبعينيات بعد انتهائه من تصوير فيلم الأبطال مع فريد شوقي. ومن أعماله الوسادة الخالية، تمر حنة، ليلة الزفاف، عائلة زيزي، السبع بنات، القلب له أحكام، صرصرة فوق النيل. توفى عن عمر يناهز 82 عاما على إثر جلطة دماغية شديدة الحدة فور سقوطه الحاد على الأرض نتيجة اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي أثناء توجهه للوضوء لصلاة العصر في يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012. وقد شيعت جنازته بشكل بسيط في أحد مساجد الساحل الشمالي،
ودفن هناك بشكل في غاية البساطة والهدوء بناء على وصيته.